السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا فيديو حلو أوي النهاردة. معانا طريقة عمل الكنافة البلدي بتاعت زمان، أيام أجدادنا كانوا بيعملوها بالطريقة دي. حبيت أجربها معاكم وأوريكم. هي طريقة عادية جدا بس كانت لذيذة وسهلة وسريعة. معانا 3 معالق من السمنة البلدي، معانا سكر ناعم مش مطحون ولا حاجة، سكر ناعم، باكو من الفانيليا. الكنافة طبعا اللي احنا هنستخدم دي الكنافة اللي احنا عملناها في حلقة قبل كده، حبيت برضه اعملها معاكم بشكل بسيط. هنمسك بس السمنة هنفككها كده على النار، نسيحها حاجة بسيطة، وهننزل بيها في الصينية بتاعتنا او في الكسرونة بتاعتنا. هناخد كمية حلوة كده من السمنة، وبعد كده هناخد حبة من الكنافة، وبعد كده هننزل بالكنافة كلها على النار بس بالتدريج لحد ما نخلص كمية الكنافة دي كلها. واحنا بنقلب على نار البوتاجاز عادي، ما بنستخدمش الفرن خالص. طعمها لذيذ وطعمها جميل جدا، كانوا أجدادنا بيعملوها لنا كده، وصفة سريعة وسخنة في نفس الوقت. بس هنبتدي كده بقى نقلبها مع السمنة على النار. شكل الكنافة جميلة ازاي اللي احنا عملناها مع بعض فيديو قبل كده. لأول مرة يشوفني ما ينساش اللايك للفيديو، الاشتراك في الفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. هنا بقى هنقلب تقليبات بسيطة كده. بص شكل الكنافة، بص الكنافة رفيعة وجميلة جدا وخفيفة قوي. فيديو احنا عملناه قبل كده عجينة الكنافة معاكم، اللي ما شافش الفيديو يرجع له هيشوف طريقة عمل الكنافة. انا ما حبيتش اعملها صينية، حبيت اعملها الطريقة العادية دي، طريقة سهلة جدا وسريعة، طعمها لذيذ جدا. هنبتدي ننزل بقى كمية الكنافة كلها مع معلقتين من السمنة لحد ما تحسي ان هي استكفت بالسمنة اللي هي عايزاها ومش عايزة تاني خلاص. هنا معانا 3 معالق من السمنة الكبار، بس احنا ما حطيناهمش كلهم. هنقلب فيها ولما نحس ان هي داخله على لون اصفر فاتح كده هنضيف لها السكر ونضيف لها الفانيليا. جربوا الوصفه دي ان شاء الله هتعجبكم، اللي يعجبه الوصفه يكتب لنا في التعليق. كل سنه وحضراتكم طيبين. ممكن بدل السكر هنا نستخدم شربات عادي جدا، ديت حسب تذوق، بس انا بعملها لكم بنفس الطريقه اللي كانوا بيعملوا لنا بيها الكنافه زمان. هي شكلها فاتح، هتقولي ده شكلها مدي ان هو مش، لا ده هي مستويه وطعمها جميل جدا، بس هي ما بتاخدش اللون المقرمش الاحمر بتاع الكنافه العاديه، لا هي بتاخد اللون الفاتح البامبا العادي. هنا بقى هنضيف اهو السكر، هي كده دخلت على صفران. هنقلب بس تقليبه كده عشان ندخل فيها السكر ونضيف عليها الفانيليا، وبعد كده نقدمها في الأطباق بالمكسرات. طريقة سهلة وسريعة جدا. هنضيف الفانيليا. هنا بعد ما خلصناها بقى ونزلناها من على النار هنبتدي نفضيها في الأطباق بقى ونقدمها بالمكسرات. طعمها جميل جدا، وصفة سريعة.
اللي لسه ما عملش لايك للفيديو يعمل لايك ويعمل شير عشان يوصل لعدد كبير من الناس. ده شكل الطبق بتاعنا بعد ما خلص، ودي شكل الكنافة الجميلة البسيطة السهلة السريعة بتاعتنا النهاردة. كل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.